على سبيل المثال امرأة اتصلت من زمان، يمكن فيما أظن أكثر من 15 سنة أو 20، فذكرت أن أخا زوجها أراد أن يسكن معهم في شقة بجوار شقة منزلهم، شقتهم. لا أدري أنا هل كان النازل في السفلى أو المنزول عنده هو الذي في السفلى والجديد في الأرض. هي تعرف سوء أخلاق أخي زوجها، وجدت واجتهدت حسب ما تقول ليمنع أخو زوجها أخاه من النزلة السكون معهم، ولم يطر فسكن. ثم هي تذكر أن أخا زوجها أغراها حتى واقعها، فحملت فأصابها هم وغم وصار فيها كالجنون وليس بجنون حسب ما تذكر. ثم أسقطت الحمل. سألتها، أنا قلت كيف علمت أنه من هذا الزوج الحمل؟ قالت إني أعرف وزوجي لا يعرف عن نفسه كما أعرف أنا. زوجي صار في حال لا يحمل منه، يعني طرأ عليه أمر صارت لا تحمل منه. فقصدي إن هذا المثال دل عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. فالحم هو قريب الزوج، سواء كان ابنا لأخيه أو ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن خاله، قراباته الذين ليسوا محارم للزوجة، الدخول على المرأة بدون حضور أحد معها أو الاختلاء بها في مجلس واحد لا يدخل عليهم فيه أحد أمر محرم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على ما كان ينبغي أن يكون من التحريم حوادث الزمن، والله المستعان. النبي يقول: الحم والموت، يعني إذا كان الناس يحذرون من شخص أجنبي من المرأة فليكن الحذر من قريب الزوج أشد واقع، فإن هذا هو الموت، هذا هو الأمر الخطير. والموت لا يستطيع الإنسان أن ينجو منه. الله يقول: فإنه ملاقيكم. إذن هذا من الخطورة بمكان كخطورة الموت الذي لا مفر منه إلا بإغلاق الأبواب المؤدية إلى حصول ما ينتج عن ذلك. وحسبنا الله عن الذين يسهلون أمر الخلوة ويرون أن النساء ينبغي أن يعطين ما يحملهن على الثقة بأنفسهن. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: النساء ضعيفات عقل ودين. الله جل وعلا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، ما شرع تشريعا إلا وهو في مصلحة البشر، وإلا فالله غني عن جميع التشريعات. الأمور التي تحكم سلوكيات الناس وأحوالهم وأعمالهم هي لمصلحتهم. الأمر الذي أراده الله من خلق بني آدم هو أن يعبدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يستحيي من منع القريب أن يدخل ليبقى عند زوجته لا في أحد في الدار سواه وسواها، بل يبين أن هذا لا يجوز. ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار خطيرة على الناس في حياتهم، والله المستعان.